الحاجات دي كلها تاخدني ناحية إن أروح أراجع دكتور الغدد الصماء وأشوف سكري عامل إيه، وأبدأ خطوات عشان أصلّح المشكلة في بدايتها. بالنسبة للسكر، إحنا عندنا نوعين سكر، هو طبعًا ده للتبسيط، بس هي علميًا أنواع كتيرة، بس الأسهل نقول إن في نوع أول ونوع تاني. النوع الأول بييجي مُعتمد على الأنسولين أكتر في علاجه، النوع التاني بيعتمد على أدوية بالفم. أنا بالنسبة لي ممكن ألاحظ إن ابني بدأ وزنه ينقص في خلال فترة قليلة، بدأ يبقى عنده شُرب مَيّة كتير، بدأ يبقى عنده تبوُّل كتير، ما كانش عنده قبل كده سَلَس بول، يعني عدم تحكُّم في البول ليلًا، لأ، بدأ يبقى في مشكلة في البول بالليل. الحاجات دي كلّها تاخدني ناحية إن أروح أراجع دكتور الغدد الصماء وأشوف سُكّري عامل إيه، وأبدأ خطوات عشان أصلّح المشكلة في بدايتها. ما استناش بقى لمّا ينقص أوي، ولمّا أدخل في غيبوبة، ولمّا يبقى جسمي اتملى بثور وحبوب نتيجة المناعة إنها وقعت.